طبعا كل الانظار متجهه لمدينه غزه ومحدش بيفكر في السودان واللي بيحصل فيها. على فكره اللي بيحصل في غزه هو اللي بيحصل في السودان، ويمكن اللي بيحصل في السودان اكتر، بس مفيش وسائل اعلاميه تغطيه. فجر يوم الجمعه بتاع امبارح اتحركت طياره مسيره تابعه للدعم السريع في منطقه الفاشر. كان المصلين بيصلوا صلاه الفجر وفجاه استهدفت المسجد، و43 من اللي كانوا بيصلوا استشهدوا، ويقال ان في 75 واحد استشهدوا. الناس بقى اللي عمالين يتكلموا عن غزه، سواء بقى الناس اللي قاعدين بره من الاخوان، انس حبيب، الناس اللي بيتاجروا بالقضيه ويقول لك افتحوا الحدود، وكل الناس دي، انت شايف ان الناس اللي بيروحوا هناك احسن من الناس اللي بيروحوا في السودان؟ طب ما دول شهداء ودول شهداء. ليه انت بتتاجر بس بغزه؟ ليه دايما بتحط اسم مصر مع الموضوع بتاع غزه؟ انت للاسف بتتاجر بالقضيه، مش عشان القضيه، عشان عندك مشكله مع مصر، متاجره رخيصه. ازاي عايز نصدق ان انت متضايق عشان غزه؟ وازاي عمال تقول اصل ربنا يحاسبنا وما بتجيبش اسم السودان؟ صدقوني اي حد بيتاجر بالقضيه زي اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول ويقعدوا يتكلموا ويقولوا مصر السبب، الناس دول مشكلتهم مع مصر، هم واخدين القضيه بس يتاجروا بيها. دي اقذر حاجه ممكن الواحد يشوفها. ربنا يحفظ الشعب السوداني ويحفظ الشعب الفلسطيني ويحفظ كل شعوب المنطقه المستضعفه ويحررنا من اللي احنا فيه.